عارف إن ممكن تكون ملتزم بدايت مثالي وتصرف ميزانية كبيرة على أكلك وفاكر إن أنت بتاكل صح جدا، لكن في نفس الوقت أنت بتجوع 39 تريليون كائن حي عايشين جوه جسمك من غير ما تحس؟ لما بنقول خضار فاكهة أو بقوليات على طول أول حاجة بتيجي في بالك هي الفيتامينات والمعادن، وده صح طبعا، بس مش ده السبب الأهم اللي عشانه ربنا خلق لنا الأكل ده. في سر تاني ومعادلة تانية خالص قايمة على مكون واحد معظم الناس بتتعامل معاه على إنه مجرد حشو أو علاج للإمساك. المكون ده هو الألياف. في فيديو النهاردة هحكي لكم الحكاية من جوه أمعائكم. ليه الألياف دي مش عشاننا إحنا أصلا؟ وليه لو منعتها أمعائك هتبدأ تتآكل؟ وليه في ناس لما بتمنعها قولونها بيرتاح؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة لما الصحة تبقى ترند، ويلا بينا نفهم الأبحاث الحديثة بتبص لموضوع الألياف ده إزاي. الغريب واللي ممكن يصدمك إن الألياف دي جسمك كإنسان ما بيعرفش يهضمها، يعني بتدخل من الفم تعدي على المعدة والأمعاء الدقيقة وجسمك واقف متفرج مش عارف يمتص منها سعرة حرارية واحدة. أمال هي رايحة فين؟ هي رايحة لآخر المحطة القولون، هناك دورها وهناك مكانها، وهناك بيعيش مجتمع ضخم جدا اسمه الميكروبيوم، بكتيريا وكائنات دقيقة نافعة وزنها في جسمك ممكن يوصل ل 2 كيلو جرام. الكائنات دي هي اللي مستنية الألياف دي على نار لأنها الوجبة المفضلة ليها. لما البكتيريا النافعة دي بتاكل الألياف وتتغذى عليها بتعمل عملية تخمر وبتنتج لنا مركبات سحرية، كنز طبيعي اسمه الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة أو الشورت تشين فاتي أسيدز، وأشهر وأهم مركب في العيلة دي هو مركب البيوتيريت. طيب يا دكتور إيه يعني بيوتيريت وليه مصدعانا بيها؟ خليني أقولك إن خلايا بطانة القولون عندك مش بتتغذى من الدم زي باقي خلايا الجسم، دي بتتغذى بشكل مباشر على البيوتيريت ده. هو ده الوقود اللي بيخلي جدار أمعائك قوي ومتماسك علشان يحميك من حاجة خطيرة اسمها الليكي جت أو ارتشاح الأمعاء. مش بس كده، المركبات دي بتعمل 4 حاجات أساسية في جسمك. 1. تقليل الالتهابات، بتقلل علامات الالتهاب في الجسم كله مش بس في الجهاز الهضمي. 2. تنظيم سكر الدم، بتحسن من حساسية الأنسولين وبتخلي تعامل جسمك مع الكربوهيدرات يحصل بشكل أفضل بكتير. 3. التحكم في الشهية، بتعزز إفراز هرمونات الشبع زي البي واي واي والجي ال بي 1، نفس الفكرة اللي بتشتغل عليها حقن التخسيس المشهورة زي المونجارو والأوزمبيك، بس ده بيحصل بشكل طبيعي. 4. دعم المناعة، لأن 70% من الخلايا المناعية بتاعتك موجودة في أمعائك وبتتأثر مباشرة بصحة الميكروبيوم. طيب إيه اللي هيحصل لو شخص قرر يمنع الخضار والفاكهة والبقوليات لفترات طويلة؟ زي ما بنشوف في بعض الأنظمة القاسية جدا، الموضوع مش مجرد إن أنت شلت أكل من طبق، أنت حرفيا بتعمل مجاعة لجيش البكتيريا النافعة اللي جواك. والبكتيريا دي لما بتجوع وما بتلاقيش ألياف تاكلها بتضطر تعمل حاجة مرعبة، بتبدأ تاكل في الطبقة المخاطية المبطنة لأمعائك أنت عشان هي تعيش. ونتيجة ده بتظهر في صورة إمساك مزمن وصعوبة في الإخراج، غياب مستمر للشبع ومقاومة أنسولين أسوأ، بالإضافة لنقص حاد في فيتامينات ومعادن أساسية بتيجي مع الأكل ده زي حمض الفوليك، فيتامين كاف المهم جدا للعظام وتجلط الدم واللي موجود في الورقيات، فيتامين سي ومئات من مضادات الأكسدة اللي بتحميك من عوامل الشيخوخة والأورام. لكن هنا لازم نجاوب على سؤال المليون دولار، السؤال اللي بيلخبط ناس كتير. لو الألياف مفيدة كده يا دكتور، دي في ناس كتير بتقول أنا أول ما قطعت الخضار والبقوليات الانتفاخ راح والغازات اختفت وقولوني ارتاح تماما. والإجابة العلمية لأن الكلام ده صح فعلا، وبيحصل عند بعض مرضى القولون العصبي الاي بي اس أو الناس اللي عندها نمو بكتيري زائد في الأمعاء الدقيقة اللي اسمه السيبو. البكتيريا عندهم بتكون حساسة جدا لأنواع معينة من الألياف القابلة للتخمر السريع واللي بنسميها علميا بالفود مابس. لما بتاكل الألياف دي البكتيريا بتخمرها بسرعة وبتطلع غازات وضغط رهيب على جدار الأمعاء اللي هو حساس عندهم أصلا، فتحس بالانتفاخ والقلب. بس خليني أقول لك حاجة مهمة، الراحة المؤقتة مش معناها إن جسمك مش محتاج الألياف، دي معناها إن أمعائك تعبانة ومحتاجة بروتوكول علاجي تدريجي. المشكلة مش في الألياف كقيمة، المشكلة في النوع والكمية وسرعة الإدخال. علشان كده أي أخصائي تغذية شاطر مستحيل يقولك الحل إن أنت تمنع الألياف تماما طول حياتك،
الصح هو استراتيجية التدريج الذكي. بنبدأ بنوعيات ألياف هادية جدا وقليلة التخمر أو لو فود ماب، وبكميات صغيرة زي الكوسة المطبوخة أو الجزر المطبوخ، بيكون هضمهم أسهل بكتير. الشوفان، الكيوي ده ممتاز جدا لحركة الأمعاء ومن غير غازات قوية. وبعد ما الأمعاء تهدى وتبدأ تتعافى بنبدأ نرفع الكمية وبندخل مصادر تانية تدريجيا علشان نرجع نغذي الميكروبيوم من غير ما نتعب القولون. الخلاصة يا جماعة، الألياف مش مجرد حشو للأكل، الألياف هي الغذاء الرسمي للميكروبيوم، واللي بيتحكم في هضمك، مناعتك، شبعك، وصحة جسمك كله. لما بتشيل الألياف انت مش بتغير نظام أكلك، انت بتغير منظومة حيوية كاملة جوه جسمك. يا ريت تكتبولي في التعليقات ايه أكتر نوع خضار أو بقوليات لما بتاكله بيعمل لك انتفاخ، وهل جربت تطبخه بطريقة معينة وريحك؟ وما تنساش تشترك معانا في القناة وتتابع معانا سلسلة حلقات لما الصحة تبقى ترند. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الناس اللي قرروا يمنعوا الألبان تماما. هل ده قرار صح؟ وهل العظام فعلا محتاجة ألبان ولا دي مجرد فكرة قديمة متوارثة؟ مستنياكم الأسبوع الجاي بإذن الله. دمتم بصحة ووعي متجدد.